بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللي هيحصل لو حصلت خناقة معاك ومع ناس تانية في المطار، في اي مطار من مطارات امريكا؟ لو سمحت ارجوك بلاش الموضوع ده من الاول. انا بقول طنش حتى لو الحق معاك، لان هما طبعا في الحال لو ضابط البوليس شافك هيهجم فجأة وهيخلي زمايله هيجوا يهجموا بالمسدسات فجأة. هو مش هيسمعك نهائيا وهيخليك تنام على الارض بالعافية وهيفتشك، وبعدين هيحط الكلبشات في ايديك من ورا، ثم بعد كده هتترحل على الحجز في المطار ومنه على الحجز في المدينة ديت نفسها لغايه اعمل بقى قضيه وقول انا غلطان ولا مش غلطان. ولازم يبقى معاك دليل، ولازم يبقى معاك طبعا محامي عشان يبقى فيه معاه الدليل. وبعدين بعد كده الناس التانيين اللي هم مع شديد الاسف كانوا ناس مصريين لا يفقهوا شيء في شيء وعمالين يعني يتخانقوا على حاجه تافهه جدا، لكن هم لا، هم مش هينضروا. دول ناس زوار ما يفهموش حاجه، ما يعرفوش يمكن انجليزي اصلا. انت اللي هتتبهدل، مستقبلك هيتبهدل لو حصل ان اسمك دخل في قضيه زي كده حتى لو انت بريء. شوف بقى التكلفة الحاجات ديت، وهتبقى تخش الحجز وكل البلاوي دي كلها بسبب حاجة تافهة هم مش عارفين قيمتها. لو انت دكتور مهندس او واحد صيدلي في يعني حاجة محتاجة امانة مهنة، يعني لابد الكلير الملف بتاعك يبقى صافي تماما ما فيهش اي قبض ولا اي زفت. فشوف بقى الصداع، شوف الصداع، كل ده عشان حبة ناس منهم لله. ربنا يحفظنا جميعا.